انا كل ما اعمل فيديو واتكلم فيه عن الزمالك لازم اوجه رساله لكابتن حسين لبيب واقول له كلمه واحده: الصفقات فين يا كابتن حسين؟ لحد دلوقتي النهارده 10 ولا 11 يناير، الصفقات فين يا كابتن حسين؟ بس انا كل ما اشوفك هقول لك الكلمه دي. احنا كسبنا بلاك بولز 3-1. مش هطلع احتفل بفوز على بلاك بولز الموزمبيقي. بلاك بولز ده انا وانت عارفين ان ده اسم مدرسة في موزمبيق، مش فريق كورة. وعلى الرغم من ده بتتكلم النهارده على فريق كان ممكن جدا يتعادل معاك، على فريق مضيع انفرادين وعواد شايل واحده وفي شوطه اتشالت الشوط الاولاني وبيروح عليك بمرتدات. السؤال هنا: ازاي منظومه اللعب بتاعك تسمح لفرقه زي دي ان هي اصلا تعمل عليك مرتده؟ واحد يقول لي يعني هو حرام فرقه تلعبها تعمل عليك مرتده؟ اقول لك لا، مش حرام. مش حرام لما لاعب بيراميدز، مش حرام لما لاعب الاهلي، مش حرام لما لاعب الترجي، مش حرام لما لاعب اتحاد العاصمه اللي هو معايا واحتمال العبه السنه دي في الكونفدراليه. لكن حرام لما لاعب بلاك بولز تعمل عليها مرتده. لكن حرام لما لاعب سماد ابو قير او ابو قير للاسمده ويعمل عليها مرتده، وكان هيحرجني وكان هيتعادل معايا وكان هيكسبني الشوط الاولاني الماتش اللي فات. انا طالع احتفي ببعض اللاعبين، طالع استعيد ذكرياتي مع شيكابالا بالبينيه اللي عملها لزيزو. يا زيزو، الاحتفال اللي انت عملته بعد الجون، شوف انت، بص شوف سرعتك. ما هي دي الفايده اللي انا عايزك عشان هتقعد في الزمالك، انك انت في ماتشات معينه هتبقى متقفله وفي التحولات هتاخد واحده زي دي بسرعتك هتفرق، هتروح تجيب لي جون. فانت المفروض بعد الجون ده يا زيزو ما كنتش تروح تحتفل الاحتفال ده كانك جبت جون صعدتنا بيه كاس عالم، لا، تجري على شيكابالا. اول حاجه تعملها تجري عليه تشيله وتقول له تعالى. ايه يا ابني ده؟ ايه يا شيكابالا ده؟ الورد مهما دبل ريحته فيه فعلا. يا شيكابالا انت لو عندك 50 سنه، 50 سنه ولا هتعرف تجري ولا هتعرف بس في واحده هتعملها كده تخلينا انا والجون. طلع اتكلم على لعيب زي عبد الله السعيد، وشوف لك ازاي عبد الله السعيد عنده 40 سنه وبيتحرك التحركات الواعيه دي في الملعب. طلع اقول لك ازاي عندي وينج زي مصطفى شلبي. لا، ده النهارده مصطفى شلبي عامل واحده صح الصراحه، اللي هي الجون الثاني اللي اداها له حسام اشرف. صراحه مصطفى شلبي بيلعب معايا من كام سنه، بقى له كام موسم بيلعب، ده الموسم الثالث او الثاني. مصطفى شلبي عمل واحده لحسام اشرف. اول مره احس ان مصطفى شلبي بيقوم بدور الوينج في الكوره دي، بيقوم بدور الوينج، بيعدي من واحد ومن التاني، بيجري على الخط، بيرفع عينه بيلاقي حسام اشرف فاضي، بيعمل له العرضيه بيحطها جون. ده الوينج. ما هو ده الوينج بقى اللي احنا بنتكلم فيه بقى. ده الوينج اللي بعد الجون اللي انت جبت في ابو قير للاسمده ناس طالعه تقول والله يفصل 10 مش من بن شرقي. يفصل ايه؟ يفصل 10 من بن شرقي. شفت بن شرقي امبارح مع الريان القطري عمل ايه؟ ولا اول امبارح؟ انا ما اعرفش، انا بسمع كلام بيخنق وبيضايق. ونفسي يا زيزو ننجز بقى قصه التجديد دي بقى يا ابني. اطلع قول انا مضيت او ما مضيتش، انا قاعد او ماشي. كفايه بقى الدايره اللي احنا بنلف فيها دي. احنا صعدنا خلاص لربع نهائي الكونفدراليه، القادم اصعب. انا طالع كسبان وشكل الفرقه مش عاجبني، طالع كسبان لاني بلاعب فرقه اسمها بلاك بولز. يا جماعه برضو ما حدش، عمرك سمعت عن بلاك بولز؟ عمرك سمعت عنها؟ تعرف يعني ايه ان انت قاعد متضايق انك بتلعب كونفدراليه؟ قاعد بتتفرج على الماتش وانت متضايق، لان ده مش مكانك المفروض، دي مش بطولتك المفروض. ده الوضع اللي لازم يتقال، ده الطبيعي. مش هطلع اهيص ب3-1 قدام بلاك بولز وكنت زي الزفت. فرقه كشفتني دفاعيا. شوف الجون اللي جابوه، انت فين يا ونش؟ انت فين يا حسام؟ المرتدات اللي عملوها كانت تيجي فيها اجوان. ايه يا شحاته اللمه اللي انت اتلمتها على الخط من اقول ايه؟ من واحد ممكن يكون والله العظيم 3، والله العظيم 3 يكون شغال شغلانتين جنب انه لعيب كوره. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ انا مش عارف انا ازاي هتفرج على ماتش ريال مدريد وبرشلونه دلوقتي. ما اعرفش ازاي كنت لسه مخلص ماتش الزمالك وبلاك بولز وهتفرج على ريال مدريد. ما اعرفش، مش فاهم. الحمد لله احنا صعدنا. ويا كابتن حسين الصفقات، انت هتطلع كمان اسبوع 10 ايام تقول احنا جددنا لزيزو. طب الصفقات فين بقى؟ ماشي، ده انجاز، ماشي. فين بقى الصفقات؟ انا هكمل كده ولا هلعب السنه الجايه برضه كونفدراليه؟ السلام عليكم.